هو معقول لانسر بومة ب 650,000؟ ازاي عربية موديل 2013 و2011 حالتها تعبانة تتباع أغلى من عربية زيرو 2026؟ لو الكلام ده مستفزك كمل معايا الفيديو للآخر. النهاردة مش هتكلم عن شخص ولا شركة ولا أسماء، هتكلم عن منطق أو بالأصح انعدام. في موقع أونلاين معروف ناس بتقول عن نفسها خبراء بيعرضوا عربيات مستعملة بأسعار بصراحة خارج أي منطق. تعالوا نبدأ بالكارثة الأولى. لانسر بومة 2013 ماشية 61,000 كيلو. ده رقم بصراحة مش مريح لعربية عمرها أكتر من 10 سنين، بالظبط 13 سنة. يعني لو هنفترض العداد مظبوط وده معناه إن 61,000 كيلو متر في 13 سنة، يعني العربية بتمشي في السنة حوالي 4,700 كيلو، يعني في الشهر 390 كيلو، يعني في اليوم 13 كيلو، يعني مشوار رايح 7 كيلو وراجع 7 كيلو تقريبا. بتروح للسوبر ماركت بس. هيقول لك لا ده كيلومتر عادي لأن العربية مرفوعة، يبقى كل ده هيبان في حالة العربية من جوه، المفروض تبقى زيرو. لا في تآكل في دريكسيون ولا في دواسات متهالكة، والعفشة والميكانيكا بحالتها الأصلية، وكل حاجة في حالة الزيرو. طيب نيجي بقى للعربية من بره. بص كده على الصورة، الكبوت مش مظبوط وفي فرق واضح زي ما انتم شايفين، يعني غالبا العربية مخبوطة قبل كده. نيجي بقى للسعر، 650 ألف جنيه وقسط شهري 10,317. طب ازاي يا جماعة؟ بالعقل كده، وفي نفس الوقت في بروتون ساجا زيرو 2026 ب 599 ألف، ونيسان صاني زيرو 26 ب 645 ألف. يعني اشتري مستعمل متخبط والله أعلم بحالته، ولا اركب زيرو بريحة المصنع؟ نيجي بقى للعربية التانية. لانسر 2017 ماشية 45,000 كيلو وسعرها 771,000 جنيه، والقسط 12,237 جنيه في الشهر. طب بالله عليك مين في الدنيا هيدفع الرقم ده في عربية مستعملة؟ وفي نفس الفئة يجيب عربية زيرو أحدث وأأمن. واللي يقدر على القسط ده يروح يجيب مستعمل 10 سنين ليه؟ أما بقى الكارثة الكبرى، كيا كارنز 2011. كيا كارنز 2011 ماشية 90,000 كيلو. بنفس الحسبة اللي فاتت، ده معناه إن العربية بتمشي في السنة 6,000 كيلو، وفي الشهر 500 كيلو، وفي اليوم 16 كيلو. ما شاء الله، عربيات مصر كلها مرفوعة. طيب تعالوا نتأكد ونبص على الحالة الخارجية كده. العربية متخبطة من كل حتة تقريبا، والرد على البارد مبهدل العربية، يعني كانت عاملة حادثة ومتصلحة. وبرضه السعر 750 ألف وقسط شهري 11,904. ده مش تسعير، ده استخفاف بعقل المشتري. المشكلة مش إن العربيات معروضة، المشكلة إن في ناس بتقدم نفسها للناس على إنها خبرة، وبتسعر عربيات كأن السوق مفهوش عقل. الناس دي معتمدة على حاجة واحدة بس، إنك مش بتقارن وإنك بتشتري بدون عقل. قبل ما تشتري أي عربية، قارن بالسوق، قارن بالزيرو، وشوف الحالة مش الكلام. العربية مش سلعة رخيصة، غلطتها بتتشال سنين. أنا مش ضد البيع والشراء أونلاين، بس ضد أي حد يبيع وهم بسعر فلكي. لو الفيديو ده فادك اعمل له شير عشان غيرك ما يتغفلش، واكتب لي رأيك، انت شايف الأسعار دي اسمها ايه؟ سلام.